ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو رساله جديد. وكالعاده كل الاسئله اللي هنجاوب عليها في فيديو النهارده متاخده من كومنتات فيديو الرساله اللي فات. فبالتاكيد طبعا انت لو عندك اي استفسار او اي سؤال انزل دلوقتي اكتبه في كومنت تحت الفيديو ده علشان نجاوب عليه في فيديو الاسئله الجاي. وبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم وتنزلوا تشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين علشان يوصلكم كل جديد. اول سؤال معانا من حسين بيقول ازيك يا انيس، يا رب تكون بخير، ايه اخبار ال 5 جي في مصر؟ والسؤال المكرر للاسف ايه اخبار الاي سيم؟ لو تفتكروا ان احنا من حوالي فتره قريبه عملنا فيديو عن اطلاق ال 5 جي في مصر من شركه وي، وده لان شركه وي خدت رخصه تقديم ال 5 جي كاول مقدم خدمات 5 جي في مصر. والفيديو اللي احنا عملناه عن ال 5 جي ده قلنا فيه بعض التفاصيل عن ال 5 جي، يعني ايه هو ال 5 جي وبقيه الشركات هتشغله امتى، وشركه وي الترخيص اللي حصلت عليه ده حصلت عليه ازاي. انصحكم جدا تشوف الفيديو ده عشان فيه معلومات مهمه جدا. اكتب بس كده الجيل الخامس محمد انيس هيظهر لك الفيديو قدامك. وخلونا برضو ننتهز الفرصه ان ده فيديو اسئله، واي حد عنده اي استفسار بخصوص ال 5 جي ينزل يكتبه في كومنت تحت الفيديو ده عشان نجاوب عليه. فيديو الرسائل اللي فات نجمع كل استفسارات ال 5 جي كده ويبقى يتجاوب عليها مع الفيديو الجاي مع بقيه الاسئله والاستفسارات التانيه. اما بقى بالنسبه يا حسين للسؤال بتاعك ايه اخبار ال 5 جي في مصر، فهو ما حصلش كتير عن الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات. احنا قلنا ان المصرية اتصالات هي اول شركه خدت رخصه تقديم خدمات الجيل الخامس، وان هي في الفتره الجايه هتبدا تطور في الابراج بتاعتها وهتبدا ان هي تشغل 5 جي في المدن. وده بالفعل اللي حصل، ولكن ما تمش اعلانه بشكل رسمي، ما تمش اعلان كده زي ما كان ال 4 جي بيشتغل زمان في مصر. لو تفتكروا زمان ال 4 جي اول ما دخل كان يقول لك مثلا اكتوبر ال 4 جي بقى متاح فيها، التجمع وال 4 جي بقى متاح فيها وهكذا. انما حتى الان لسه ال 5 جي ما تمش اعلان اي مدينه ان هي بقت مغطيه او مغطاه بالكامل بخدمات ال 5 جي، ولكن في بعض المستخدمين لاحظوا تشغيل خدمات ال 5 جي عندهم. فانا مش بس ناس كلمتني وقالت لي ان ال 5 جي فعلا بقى متاح عندهم في الاماكن بتاعتهم، لا ده انا كمان لقيت ناس منزله بوستات على الجروب بتقول ان ال 5 جي بقى متاح عندهم ومنزلين اختبارات لسرعه ال 5 جي. بس الشركه حتى الان ما اعلنتش بشكل رسمي عن الاماكن اللي تم تشغيل ال 5 جي فيها، وده بسبب ان اكيد لسه المنطقه كلها ما اتغطتش. يعني مثلا لما حد مثلا جرب في مدينه نصر ولقى ان ال 5 جي شغال عنده، بس مش مدينه نصر كلها اتغطت، لازم تبقى كلها اتغطت عشان الشركه تطلع تقول ال 5 جي بقى متاح في مدينه نصر مثلا يعني. وده انا متاكد ان هو يحصل قريب جدا. اما بقى عن باقي الشركات فودافون اورنج اتصالات فهم بالفعل دلوقتي بيختبروا ال 5 جي وبيجربوا في ال 5 جي. لو دخلت على الماب بتاعت سبيد تيست هتلاقي في اماكن تم اختبار ال 5 جي فيها، ولكن هم لسه ما خدوش الرخصه من الان تي ار اي او من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علشان يبداوا يطلقوا الخدمه دي عندهم. واعتقد ان هي برضو في فتره قريبه جدا هياخدوا الرخصه وهيبداوا يطلقوا الخدمات ديت، وال 5 جي هيبقى متاح في اماكن كتير في مصر في فتره قريبه جدا. كمان برضو من اخبار ال 5 جي اللي صدرت في الفتره الاخيره وما كناش اتكلمنا عليها في الفيديو الاولاني هو عرض نزلته شركه وي بمناسبه تقديمها خدمه ال 5 جي. العرض نزل لعملاء الدفع المسبق وعملاء جولد. بالنسبه لعملاء الدفع المسبق هتاخد جيجا هديه كل شهر لمده 5 شهور لو شحنت ب 30 جنيه او اكتر. كل المطلوب منك تعمله ان انت تتصل بكود نجمه 005 شباك قبل الشحن وهتلاقي 1 جيجا هديه نزلت لك ببلاش صالحه لمده 15 يوم. اما بقى بالنسبه لعملاء جولد فهتاخد 5 جيجا هديه كل شهر لمده 5 شهور، وده من غير ما تشحن ولا تعمل اي حاجه زياده. كل اللي مطلوب منك ان انت تتصل بالكود نجمه 005 شباك علشان تشترك في العرض، وجيجات الهديه ديت صالحه معاك لحد ميعاد استحقاق الفاتوره بتاعتك. اما بقى بخصوص الاي سيم فللاسف حتى الان لسه مفيش اي اخبار عن الاي سيم. الاي سيم يعني الشركات فعلا بقى انتهت من التقنيه بتاعته والتكنولوجيا بتاعته، وجت شركات من بره هي اللي عملت التكنولوجيا بتاعته وشغلتها لشركات الاتصالات في مصر، ولكن لسه ما خدوش الرخصه ان هم يقدموا خدمات الاي سيم من الان تي ار اي. واقفين بس على ما الان تي ار اي يديهم ترخيص تشغيل الاي سيم في مصر، وساعتها هيبداوا تشغيل خدمه الاي سيم فورا. الاي سيم ده هو الشريحه المدمجه اللي هي بدل ما تركب خط في الموبايل بتاعك، لا الموبايل بتاعك بتعمل كونكت على شبكه الاتصالات عن طريق كيو ار كود كده، او من الابلكيشن زي مثلا انا فودافون او ماي وي او ماي اتصالات او ماي اورنج او الحاجات دي. ليه بقى الان تي ار اي متاخر في التصريح بتاعهم انا ما اعرفش، ولكن توقعي ممكن يكون لسه في حاجات او اجراءات لسه ما خلصتش من الشركات في تشغيل الخدمه او لسه فيها مشاكل، عشان كده الان تي ار اي لما اختبرها ما لقاهاش تنطبق للمعايير اللي يقدر يديهم بيها الترخيص او التصريح ان هم يشغلوها. فالموضوع ممكن ياخد شويه وقت، او ممكن يبقوا خلاص انتهوا من الحاجات ديت ويتم اطلاق الخدمه والان تي ار اي يديهم التصريح. وانا بقى كمحمد انيس يعني من رايي الشخصي انا كنت شايف ان الاي سيم اهم من ال 5 جي. يعني على الاقل في 5 جي في 4 جي متاح وكويس جدا في اماكن كتير، ولكن الاي سيم فعلا يا جماعه انا بعاني. يعني انا واحد نفسي اشغل موبايلي بخطين، انا موبايلي خط واحد بس ومش عارف اشغل خط تاني بسبب ان هو الخط التاني اي سيم فما فيش اي سيم. السؤال بقى كام مؤمن بيقول لو اشتركت على سرعه 200 ميجا وانا في شركه غير وي الخط هيتحول سوبر فيكتورنج ولا لا؟ مع العلم وقت ما انا كنت في وي كان متقال ان البورت ده عامل السوبر فيكتورنج. بص يا مؤمن لو البورت بتاعك اصلا سوبر فيكتورنج وانت حولت لشركه غير وي فهيبقى برضه نفس البورت هيبقى سوبر فيكتورنج، تقدر تشترك على سرعه ال 200 ميجا مع الشركه الثانيه. انما لو انت اصلا البورت بتاعك مش سوبر فيكتورنج وانت بقى اشتركت في شركه غير وي
فللاسف مفيش حل ان انت تقدر تغير البورت بتاعك سوبر فيكتورينج، لان انت تغيره وانت مع شركه غير وي هيبقى الاجراءات صعبه جدا ومش هيعرفوا يعملوا لك حاجه قوي. السؤال بعد كده من محمد بيقول السلام عليكم، محمد انيس متابعك من زمان، واحد من فانزاتك. سؤال: هي حياه كريمه بتدي الاو ان تي مجانا للعملاء المشتركين حاليا في وي ولا بندفع فرق السعر؟ واظن السؤال ده في عقل كل واحد هيتحول الفايبر وشكرا. لو انت كنت واخد راوتر من شركه وي سواء بقى ايجار او انت شاري كاش فهيتبدل لك ومش هتدفع اي فرق. لو ايجار هتكمل نفس الايجار بتاعك سواء كان 5 جنيه او 10 جنيه او 20 جنيه او 50 جنيه، ولو كاش مش هتدفع اي فرق وهيدوك الاو ان تي بدل الراوتر القديم اللي عندك. انما لو انت الراوتر اللي عندك القديم ما كنتش واخده من وي وكنت شاريه من شركه تانية بره زي تي بي لينك مثلا، فكده هتضطر تشتري الاو ان تي. السؤال بعد كده من اسكاري بيقول يا عم انيس يا جنتل دايما بتجيب لنا الاخبار المفيده، انا من محبينك، امتى سامسونج تنزل في الفئه المتوسطه موبايلات فيها خاصيه الاي سيم؟ تاني حاجه بيقول مفيش اي تسريبات وامتى هتدعم الخاصيه دي في مصر؟ وتالت حاجه بيقول بعد اذنك تعمل لنا تجربه عملي للاي سيم خارج مصر لو امكن، علشان بصراحه كده شرحك مميز جدا. طب امتى سامسونج هتدعم في الفئه المتوسطه اي سيم؟ لما العالم كله يبقى شغاله فيه تقنيه الاي سيم، او على الاقل معظم او اغلب دول العالم شغاله فيها الاي سيم، ساعتها بقى الشركات هتبقى عامله الاي سيم في الموبايلات المتوسطه والاقتصاديه وكل الموبايلات خلاص لحد ما الموضوع يوصل ان مش هيبقى فيه اصلا شريحه فيزيكال راكبه جوه الموبايل. فالموضوع ده لسه قدامه كام سنه، ولكن ممكن تلاقي موبايل واحد كده طلع في الفئه المتوسطه في اي سيم برده، يعني ما تستبعدش الموضوع ده قريب. السؤال بعد كده من اشرف بيقول ما شاء الله عليك يا انيس، يا ريت لو في اخبار عن راوترات جديده. مفيش والله يا اشرف راوترات جديده، يعني لو تفتكر اصلا احنا كنا كل شهر بنعمل مراجعه على راوتر او راوترين، احنا بقالنا تقريبا سنه ما بنعملش مراجعات لراوترات لان ما بقاش في راوترات. شركات زي تي بي لينك واللي زيها ما شفناش منهم اي راوترات جديده في السوق عندنا بقالنا اكتر من سنه، وشركات الاتصالات هم ثابتين على نفس الراوترات بتاعتهم اللي هي زي تي اي اتش 188 اي فيرجن 6. وشركه وي نزلت راوتر جديد من زيكسل وهو نفس الراوتر القديم، غيروا بس القاعده بتاعته غيروا شكلها، انما نفس السوفت وير ونفس كل حاجه. السؤال بعد كده من عماد بيقول هل توصيل كابلات الفايبر لابراج المحمول بيفرق ولا لا؟ وهل كل الشبكات بتوصل فايبر لابراجها ولا وي بس؟ احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان ابراج شركات الاتصالات بيبقى ليها كذا طريقه علشان تقدر تربط الابراج ديت ببعضها، منها مثلا ان البرج ده يكون في سنترال او قريب من سنترال او في بنيه تحتيه فايبر موجوده في المكان ده، ففي الحالات ديت البرج بيتوصل فيه فايبر. انما بقى لو البرج ده في منطقه ما فيهاش فايبر فبياخد من برج تاني البرج ده فيه فايبر عن طريق جهاز اسمه مايكروويف، عباره عن طبق كده مدور بيبقى رابط البرجين ببعض، وبعد كده الداتا ديت بتطلع بقى للانتنات اللي انت بتشوفها فوق علشان الانتنات ديت تبدا توزعها على الموبايلات. فاجابه على سؤال عماد، البرج اللي وصل له فايبر الكاباسيتي بتاعته ممكن تبقى اعلى بكتير من اي برج تاني شغال بمايكروويف، لان الفايبر الباندويث بتاعه اعلى بكتير وتقدر توصل لسرعات قويه جدا للبرج عن المايكروويف. فاعلى داتا ريت فعلا هتلاقيها هتبقى في الابراج اللي قريبه من السنترالات اللي وصل لها فايبر، على عكس مثلا الابراج اللي تبقى في اماكن نائيه وبرج مسلم برج عن طريق مايكروويفز ممكن توصل لعدد كبير من الابراج في النص زي على الطرق مثلا. هل كل الشبكات بتوصل فايبر لابراجها ولا وي بس؟ لا، كل الشركات بتوصل فايبر لابراجها، وكل الشبكات هتلاقيها في الابراج اللي هي بعيده عن اماكن الفايبر بتشغلها على مايكروويفز حتى وي برضه. السؤال بعد كده من احمد بيقول ممكن تقول لنا الراوترات الرخيصه حاليا لتحديد السرعه 2.4 و5 جيجا هرتز؟ ما بقاش في راوترات رخيصه يا احمد خلاص، يعني هو الراوتر دلوقتي الوحيد اللي يعتبر ارخص حاجه بتحدد السرعه وبيسبورت ال 2.4 جيجا هرتز وال 5 جيجا هرتز دول باند يعني هو التي بي لينك الفي ار 300 واللي سعره دلوقتي بقى 2500 جنيه. السؤال بعد كده من اسلام بيقول لي دايما باقه الموبايل الانترنت بتخلص بسرعه عن باقه الانترنت المنزلي وبتكون اقل في الجيجات علشان تكلفه نقل الداتا عن طريق الوايرلس والابراج اعلى على الشركات من تكلفه نقلها عن طريق الكابلات الارضيه، فالطبيعي ان تكلفه الخدمه على المستخدم على ال 4 جي او على الداتا تبقى اعلى من تكلفه الخدمه ديت على الارضي، لان هو لو اداك الجيجات الكبيره بتاعت الارض ديت بنفس الاسعار على الموبايل فهو محتاج يطور في الابراج بتاعته اكبر واكبر وتكلفتها هتبقى مهوله مش طبيعيه، فالموضوع هيبقى كبير قوي وصعب مقارنه بالتكلفه اللي انت بتدفعها. السؤال بعد كده محمد بيقول انا مشترك مع فودافون في الانترنت المنزلي، هل هيركب لي الفني اف تي تي اتش ولا لازم تكون مع وي؟ لا، هيركب لك اف تي تي اتش عادي جدا بدون اي مشاكل، لان فودافون واورنج واتصالات دلوقتي بقوا شغالين على الاف تي تي اتش، بس طبعا مش هيبقى بالاو ان تي بتاع المصرية اتصالات، هيبقى بجهاز تاني من مصرية اتصالات برده اسمه او ان يو، وده هتوصله عن طريق البورت اللي مكتوب فيه وين في راوتر بقى الشركه اللي انت هتاخده سواء من فودافون او اورنج او اتصالات. السؤال بعد كده من كرم بيقول هل في بديل للميكروتك بيدي نفس الامكانيات؟ طبعا في بدائل كتير للميكروتك بتدي نفس الامكانيات، ولكن حط صفر قدام الرقم او اكتر كمان، يعني مثلا لو راوتر انت محتاجه اللي هيبقى مناسب لاحتياجاتك ميكروتك ثمنه 10000 جنيه، فنفس الراوتر ده في اي شركه غير ميكروتك هيبقى ثمنه 100000 جنيه واكتر كمان. السؤال بعد كده من عمرو بيقول لو سمحت ايه احسن اعدادات الواحد يعملها علشان سيرفر الاي بي تي في يشتغل كويس جدا ساعه الماتشات بالذات من غير تقطيع؟ هي مش اعدادات، وكده كده بنسبه 99% لازم الاي بي تي في بيقطع وقت الماتشات علشان بيبقى فيه ضغط على حاجتين، اولا ضغط على شركه الانترنت، الناس كلها اصلا قاعده بتجيب الماتش على النت واللي بيجيبوا برسيفر فيه اي بي تي في وحاجات كده، فالانترنت نفسه بيبقى مش احسن حاجه او مش في احسن حالاته وقت الماتشات، وكمان علشان سيرفر الاي بي تي في نفسه اللي انت بتكونكت عليه علشان تتفرج منه على الماتش بيبقى هو كمان عليه ضغط كبير، فالدنيا بتبقى كده مخنوقه، فوقت الماتشات الدنيا بتبقى مش احسن حاجه،
والموضوع مش موضوع اعدادات. السؤال بعد كده من عصام بيقول هل الاف تي دي اتش هيفرق في البنج؟ بص يا عصام، هو البنج بتاع الاف تي دي اتش هو افضل بنج انت ممكن تاخده، ولكن هل هيفرق بقى عن الخط العادي اللي عندك دلوقتي الفي دي اس ال ولا لا؟ على حسب. لو الفي دي اس ال عندك او لو الشانل تايب بتاعت الفي دي اس ال عندك انترليفد طبعا بالتاكيد هيفرق، لان الانترليفد بتعمل معالجه للبيانات والبنج فيها بيبقى اعلى شويه، انما لو فاست البنج عندك مش هيفرق كتير عن الاف تي تي اتش. السؤال بعد كده من حمو بيقول لو شبكه الانترنت الهاتف في شركه اتصالات ضعيفه اعمل ايه؟ مع العلم ان باقي الشركات وي وفودافون واورنج شبكتهم جيده، مش هينفع احول من الشركه لان عندي جهازين هوم 4 جي تبع شركه اتصالات، ما الحل بعد اذنك؟ هو مفيش اي حل غير ان انت تنتظر ان شركه اتصالات تقوي الشبكه في المنطقه اللي انت فيها، او ان انت بقى تطلع الراوترين دول في البلكونه او تطلعهم عند شباك، او لو تقدر تطلعهم فوق السطح كمان وتجيب اكسس بوينت توصلهم بكابل بي علشان يوزع لك الواي فاي جوه. انت مش هيبقى قدامك غير كده، ان انت بس تحاول تقربهم لاكتر مكان فيه شبكه لشركه اتصالات عشان يشتغلوا معاك. ولو الموضوع ده ما جابش نتيجه فمفيش حل معاه غير انت بقى تغير لافضل شركه من الشركات التانيه يكون الشبكه بتاعتها كويسه. السؤال بقى كام من يوزر بيقول لي ينفع اعرف اليوزر نيم والباسورد بتوع صفحه الراوتر لو حد مغيرها من غير ما اعمل ريسيت؟ لا طبعا يا يوزر، مستحيل، لازم تعمل ريسيت للراوتر لو حد كان مغيرهم قبل كده، انما لو حد ما كانش مغيرهم قبل كده فهتلاقيهم مكتوبين على ظهر الراوتر. السؤال بقى كام محمد بيقول لو اشتريت موبايل ريلمي 11 برو 5 جي من مصر، ال 5 جي هيشتغل على الموبايل لو سافرت بره مصر؟ عشان سمعت ان مش هتشتغل غير جوه البلد اللي شاري منها الموبايل بس، وارجو الرد. بص يا محمد، هو ال 5 جي ليه تقنيات كتير مختلفه، منها اللو باند والميد باند والهاي باند، ففعلا هو على حسب البلد اللي انت مسافر ليها وعلى حسب البلد اللي الموبايل ده متوجه ليها، ولكن معظم او يعني هو الشرق الاوسط كله شغالين بنفس التكنولوجي، فانت لو اشتريته مثلا من مصر ورحت اي دوله عربيه او اي دوله في الشرق الاوسط هتلاقيه شغال معاك عادي، ومعظم الدول في اوروبا برضه هتلاقيها شغال معاك عادي لانهم شغالين بنفس التقنيه. الحاجه اللي مش هيشتغل معاك فيها هي امريكا طبعا، لانهم شغالين بالهاي باند عن طريق المليمتر ويفز، عن طريق الانتنه اللي انت بتلاقيها كده في الموبايلات الايفون اللي جايه من امريكا او اي موبايل عموما جاي من امريكا، تلاقي الهاي باند او المليمتر ويفز ليها انتنه خارجيه، ساعتها مش هيبقى شغال في امريكا، انما انت لو جبته من مصر معظم الدول هيشتغل فيها عادي جدا. السؤال بعد كده من يوسف بيقول السلام عليكم، سؤال هو ايه اسم المايك بتاع حضرتك، ويا ريت لو تديني اللينك بتاعه على امازون او اي موقع لان التقليد كتير قوي. المايك اللي انا بستخدمه يا يوسف هو الرود وايرلس جو 2، وده هتلاقيه على امازون سعره دلوقتي اعتقد 19 او 20 الف جنيه، ولكن انت لو نزلت بقى للمحلات بتاعه الكاميرات او كده ممكن تجيبه ارخص 1000 او 2000 او 3000 جنيه كمان. السؤال بعد كده من عبد الله بيقول انيس انا متابعك من داخل سوريا وبحبك، يا ريت تعمل مقارنه بين انترنت مصر وسوريا واي معلومه انا جاهز. وسؤال احنا عندنا في سوريا اي دي اس ال سرعه 1 2 4 8 16 24 طبعا، ليش اخر سرعه 8 ودايما موظف التصليحات بيقول لي خطك يا دوب متحمل سرعه 8 ولكن الكابل الرئيسي قديم والبوابات قديمه، هل كلامه صح او في لعبه منهم؟ ولو ده صح ليش حاطين سرعه 17 و24؟ وشكرا لك. لا هو كلامه فعلا صح، مش لعبه منه ولا حاجه، هو عشان اي دي اس ال، وفعلا لو البوكس عندك قديم والكابلات قديمه والحاجات دي قديمه او انت بعيد عن السنترال او الكابينه فبالتالي فعلا ممكن ما توصلكش غير سرعه قليله. بالنسبه بقى للجزء الثاني من سؤالك، ليه هم حاطين سرعات لحد 17 او 16 ميجا و24 ميجا مع ان الخطوط تتحمل 8؟ هو علشان الناس اللي خطوطها كويسه، مش كل الناس الخطوط عندها تبقى بعيده عن السنترال او الخطوط عندها تبقى مش كويسه فمش تتحمل، لا في ناس هتبقى قريبه من السنترال وخطوطها قويه تقدر تتحمل ال 16 وال 24، فهي الشركات بتبقى حاطه كل السرعات بتاعتها، وكل مستخدم بقى على حسب الخط بتاعه يتحمل قد ايه وعلى حسب هو عايز يشترك في ايه. السؤال بعد كده مازن بيقول لي باقات الهوم 4 جي ارخص من باقات الموبايل مع ان الاثنين 4 جي. علشان يا مازن باقات الهوم 4 جي دي اتعملت علشان الشركات تقدر تشغل المستخدمين اللي ما عندهمش خط ارضي، فالاربع شركات تسابقوا فيها علشان هم يجذبوا العملاء من بعض ويشغلوا المستخدمين دول ويبقى عندهم انترنت ثابت. يعني اجابه على سؤالك ليه الهوم 4 جي ارخص من باقات الموبايل، علشان الهوم 4 جي بيثبت في البيت وما بيتحركش بره البيت وبيشتغل في الراوتر بس، انما باقات الموبايل تقدر تتحرك بيها في اي مكان. السؤال بعد كده ماريو بيقول ازيك يا انيس، انا حاليا عندي شبكات واي فاي كتير حواليا وده مأثر على الواي فاي عندي كتغطيه وكمان بيرفع البنج علشان تدخل الاشارات مع بعض، في طريقه احل بيها الموضوع ده؟ انا الراوتر بتاعي اتش جي 630 فيرجن 2 بحاول ابعد عن التشانلز اللي مشغوله حواليا ونفس الكلام، هل لو جبت راوتر جديد بيدعم ال 5 جي المشكله تتحل؟ طبعا لو جبت راوتر بيدعم ال 5 جيجا هرتز المشكله تتحل، انت اصلا ما قدامكش حل كده في التزاحم اللي عندك ده غير راوتر بيسبورت ال 5 جيجا هرتز، وال5 جيجا هرتز ما بيحصلش عليه التشويش الجامد ده لسببين، اول سبب ان مفيش ناس كتير بتستخدمه، تاني سبب ان هو التغطيه بتاعته ضعيفه اصلا، فمش هيخرج من البيت عندك علشان يشوش على جارك ولا جارك هيخرج من البيت عنده علشان يشوش عليك، تغطيته يا دوب في الاوضتين اللي هو كده حواليهم بس. السؤال بقى كام من يوزر بيقول هل لازم عقد ايجار علشان اشترك في ارضي مع العلم اني ساكن؟ لا مش لازم عقد ايجار، هو لو البطاقه بتاعتك العنوان اللي مكتوب فيها هو نفس العنوان اللي هيركب فيه خط التليفون الارضي فبيركب من غير عقد ايجار او اي حاجه او اي اوراق تثبت ملكيتك للمكان ده او ايجارك للمكان ده،
انما انت بتجيب عادي ايجار لو محل اقامتك مش هو اللي في البطاقه. السؤال بعد كده من محمد بيقول لما بسمع فيديو على اليوتيوب جوده الفيديو بترتفع تلقائي، ازاي الغي الاوبشن ده من الراوتر لكل الاجهزه لان الباقه عندي بتخلص في نص الشهر؟ ما ينفعش تعملها من الراوتر يا محمد غير انت تحدد السرعه فتجبر الموبايلات ان هي تشتغل على جوده قليله، والنت اصلا هيبقى بطيء وبتاع. فانت بدل ما تجيب راوتر بيحدد السرعه وتكلف نفسك، ممكن تعملها من الموبايل نفسه. تلف على كل الاجهزه اللي عندك في البيت او كل الموبايلات اللي عندك في البيت وتخش الوضع التلقائي بتاع تشغيل الفيديوهات في اليوتيوب وتخليه على داتا سيفر، وبالتالي اي فيديو هيجي اي حد يشغله من اي موبايل هيشتغل على داتا سيفر ويشتغل على جوده قليله 240 او 360. السؤال بعد كده من اندرو بيقول ايه هو الفويس اوفر ال تي اي؟ بص يا اندرو، الفويس اوفر ال تي اي ده هو تشغيل المكالمات الصوتيه او مكالمات الموبايل على ال 4 جي او على ال تي اي. يعني ان انت لما تيجي تعمل اي مكالمه الشبكه تفضل عندك 4 جي ما تقلبش 3 جي، فبالتالي المكالمه تبقى الجوده بتاعتها اعلى علشان هي شغاله على ال 4 جي. وكمان تقدر تستخدم الانترنت في الموبايل عندك اثناء ما انت بتعمل مكالمه، مش كل بقى ما يجيلك مكالمه الشبكه تقلب 3 جي او اتش بلس فالانترنت يبقى بطيء. كمان ميزه ثالثه، لو الطرفين الفويس اوفر ال تي شغال عندهم، غير طبعا ان الجوده بتاعت الصوت هتبقى قويه جدا، ان المكالمه بتبدا في مفيش، مجرد ما بتدوس على اسم الشخص فبتلاقيه رن في الموبايل التاني بسرعه جدا في نفس اللحظه. الخدمه دي شغاله في كل الشركات في مصر، ولكن مش عند كل العملاء او مش عند كل المستخدمين. يعني في شركات مش شغاله عند كل المستخدمين وبتكلمهم يفعلوها لك لو مش متفعله زي فودافون مثلا، وفي شركات بتذلك علشان تعملها وبتقعد مستني تلاقي اتفعلت لوحدها. ولكن في خلال الفتره الجايه او فتره قريبه جدا بس كده كام شهر هيبقى كل المستخدمين الخدمه ديت متاحه عندهم. نحط بقى الايباد بتاعنا علشان نختم الفيديو الجميل بتاعنا، وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ينزل يكتبه في كومنت تحت الفيديو ده علشان نجاوب عليه في فيديو الاسئله الجاي. وما تنسوش طبعا لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تابعونا على فيسبوك واكس وتيك توك وانستجرام علشان يوصلكم كل جديد برضو. شكرا جدا على المشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make